اهلا بيكم معانا ببرنامجكم من كل بلد اكله، والنهارده يوم الجمعه معاكم شيف خالد علي. احنا النهارده ان شاء الله هنعمل وصفه جميله جدا من الوصفات الرائعه والبسيطه واللي ناس كتير جدا بتسال عليها ازاي بتتعمل. هنعمل النهارده فكره الجيكوند ازاي بتتعمل، طبعا بما ان احنا هنعمل جيكوند يبقى هنعمل بسكوته اللوز او اللي هو الجيكوند الموند، هنعمله النهارده ان شاء الله واحنا شغالين مع بعض. الجيكوند اللي احنا هنعملها بيطلع منها الاوبرا، فبما ان احنا هنعمل الجيكوند هنعمل منه الاوبرا وهنشرح تفاصيل الاوبرا ازاي بتتعمل، ودي من انواع الجميله جدا والراقيه جدا 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 اللي الناس كلها بتحب. في ناس كتير جدا بتحب، انا عن نفسي بعشق حاجه اسمها اوبرا. الاوبرا عباره عن اول حاجه نخش في مكوناتنا، عباره عن 150 جرام من 140 ل 150 جرام من السكر البودره، 150 جرام من اللوز المفروم الناعم جدا، معلقتين دقيق معاها معلقه نشا، معلقه كبيره من الزبده السايحه، حوالي 3 معالق سكر، ذره ملح صغيره، طبق فاضي معرفش ليه. عندي هنا صفار بيض وبيض كامل، بحط تقريبا 3 بيضات، باخد منهم البياض بتاعهم هنا 3 ابيض بيض، باخد الصفار مع البيض الكامل مع بعضه، ال3 الصفار بتوع اللي انا فصلتهم مع 3 بيض كامل، اخدهم مع بعض ونبتدي مع بعض نقول هنعمل ايه. اول حاجه هنضرب اول حاجه البياض، هاخد الابيض بيض عندي كده في المكنه، يبقى احنا كده اول حاجه هعملها هبتدي اضرب الميرنج بتاعي اللي هو بتاع الايه، بتاع الاوبرا. هاخد من السكر ده معلقتين سكر كده، على البياض عشان يبتدي يطلع معايا ميرنج، وهاخد ذره ملح. دايما ما دام هعمل ميرنج يبقى لازم احط ذره ملح صغيره كده معايا عشان لو في زفاره في البيض. طبعا يا ريت يبقى دايما لما اجي اعمل ميرنج اسخن شويه البياض عندي على النار، بيبقى اظرف. طبعا لو ما عنديش مش هسخن على النار والكلام ده، ممكن اشتغل بكريم ترتار، بس احنا ما بشتغلش بيه كتير على الهواء، فبنحط ذره كريم ترتار صغيره بتساعد معايا البياض ان هو يمتزج. عشان في ناس برضو سالتني ايه لزوم الكريم ترتار ده في الموضوع، فبيجي كده وبنحط منه ربع معلقه صغيره، بيدي معايا قوام وبيخلي الميرنج يهيش ويعلى معايا ويبقى كويس جدا. نراجع تاني مع بعض، احنا حطينا الابيض بيض عندي 3 ابيض بيض في المكنه. طبعا لو البيض حجمه كبير هشتغل ب5 بيضات، لو البيض حجمه صغير هشتغل ب6. بحط 3 ابيض بيض في المكنه يبتدوا يضربوا مع بعض لحد ما يعلى معايا، ودي كده اول حاجه يعلى معايا الابيض بيض ويبتدي يبقى ميرنج هش كده وظريف. هبتدي اشيله عندي ونبتدي نطلعه في الطبق او في بوله كده. بمناسبه بوله كده، طبعا بهني زميلنا اللي انا مفتقده بقالي اسبوعين، مصور بوله، بمناسبه طبعا ان هو اتجوز، بقول له الف مبروك. المهم انك يا بوله سبت لي الكاميرا فاضيه، افضل اضرب كده، انا مش عارف اعمل ايه ببوله، خلاص نبقى نروح نجيبه من البيت بلاش يتجوز. بضرب انا كده عندي لحد ما يبتدي عندي الميرنج يطلع. اول ما يطلع الميرنج هنطلعه عندنا في البوله دي. يبقى دي اول حاجه عملتها، ان انا عملت دول. تاني حاجه هعملها هبتدي امكس الخليط بتاعي ده مع بعضه. هاخد كده اللوز وهاخد معاه السكر ومعلقتين دقيق، كله مع بعضه كده وامكسه مع بعض. طبعا لو انا عندي السكر واللوز متخلط مع بعضه، في خلطه اسمها DBT، ودي دايما بتبقى اللوز والسكر متخلطين مع بعض وجاهزين كويس. فانا بخلط ده كده مع بعضه كويس جدا، حلو قوي كده. اتاكد بس ان الخلطه بتاعتي جاهزه والميرنج بتاعي يبتدي يعلى. اول ما يعلى عندي ويوصل للدرجه اللي انا عايزها، هبتدي اسحب عندي هنا كده وابتدي انزل بالايه، بالبيض. يعني انا مش هديله
مش هسيبه كتير لان انا مجهز طبعا الاوبرا ما ينفعش ان كنت اشتغلها كلها على الهواء، فانا مجهز شويه، فعشان كده هنبتدي نشيل ده قبل التايم بتاعه بالكامل، ونطلع كده الميرنج بتاعنا اهو. كده يبقى احنا كده بنشتغل. اول حاجه عندي ده الميرنج بتاعي جاهز عندي اهو خلاص. هاخد هنا مكانه الاصفر بيض مع البيض الكامل مكانه على طول كده، وهاخده كده هنا وهبتدي ايه اضرب. يبقى انا ضربت ده لوحده وده لوحده، وهو بيضرب هبتدي اخد معاه ده. هنزل دلوقتي مجرد بس ان البيض يلف معايا لفتين كويسين، هنزل بباقي الخليط عندي عليه. خدوا بالكم ده مهم جدا اللي انا بعمله ده، ان انا كده هبتدي اضرب كده الاوبرا بتاعتي اهي. هتلاقوها تقلت كده في الارضيه، مفيش مشاكل، سيبوها تضرب لحد ما تبتدي ايه تعلى معايا. حلو، يبقى ده كده خلاص الاوبرا بتاعتي. الاصفر بيض موجود عندي في المكنه مع البيض الكامل، هيبتدي يشيل الكلام ده كله مع بعضه كده ويعلى لفوق، وهيعمل معايا سبونج رغم ان المكونات كلها على بعضها، بس هيعلى معايا. كان ممكن ان انا لو كميه الدقيق اكتر كنت اخلي الدقيق في الاخر خالص، ابتدي اضيف الدقيق في الاخر. انا ما عنديش مشكله لان انا حاطط معلقه دقيق واحده، فممكن تمتزج مع المكونات، مفيش مشكله خالص. لحد كده كويس، ده كده بيتضرب عندي. نعمل مع بعض بقى الخلطه، احنا بس عشان تبقى انتوا مركزين معانا. احنا ضربنا دلوقتي الجيكونت، تعالوا نعمل الميكس الخاص بايه؟ اللي هو الالوان بتاع الجيكوند. يبقى انا كده الجيكوند او الاوبرا هي دي المكونات بتاعتها. هاخد بس معلقه من الزبده، بصوا معلقه زبده اهي، معلقه زبده واحده عندي اهي. وهاخد برضو حوالي معلقه من السكر البودره، وبياض بيض، بياض بيضه واحده. وهجيب المضرب من هنا مكانه جناش، وهضرب ده واحط عليه معلقه كاكاو. ده لو هعمله شوكولاته. لو انا عايز اعمله خليط الوان هعمله من غير كاكاو. هضرب المكونات دي كلها مع بعضها كده كويس. يبقى ابيض بيض، واحد بياض بيض، معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره زبده، معلقه كبيره دقيق، سكر بودره ودقيق وبياض بيضه، لحد ما يبقى القوام عندي. وحطيت عليها معلقه صغيره من الكاكاو، واضرب كويس جدا هيديني القوام اللي انتوا شايفينه ده. بصوا حضراتكم بقى القوام عامل ازاي. حلو كده اهي، بقت عجينه. العجينه اللي عندي دي هعمل بيها ايه؟ نقول هنعمل بيها ايه؟ هجيب ورقه سيليكون، ادي ورقه سيليكون عندي اهي، وننشف الورقه كويس. طبعا ده مهم جدا، الجيكوند لازم ورقه سيليكون، لازم ورقه سيليكون. بعد كده هجيب الخليط اللي انا عملته ده، ده ببتدي افرده عندي اهو على الورقه. يبقى انا عندي سكر بودره، معلقه كبيره سكر بودره، معلقه كبيره زبده، معاها معلقه كبيره دقيق، معلقه صغيره كاكاو، واضرب ده كله مع بعضه ويبقى معايا عجينه طريه جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. همسح مسحه خفيفه جدا. وعندي لو عندي سكرابر اللي هو زي المشط اللي هو مشرشر ده مفيش مشاكل فيه. ما عنديش ده، ممكن اعمل ايه؟ هعمل بايدي كده، اعمل اي شكل انا عايزه اهو. هبتدي اعمل كده اي شكل
حلو لحد كده. نغير الجوانت. حلو كده، يبقى انا ضربت ده وعجنته كده تمام. بعد ما اتعجن معايا كويس يبقى انا عملت اول حاجه. تاني نراجع مع بعض. عملت العجينه بتاعتي دي، هنراجع الاوبرا تاني، بس عملت العجينه بتاعتي دي زي ما انتم شايفين. بصوا الشكل بقى عامل ازاي. الشكل ده كل الفراغات دي هتتملي بالعجينه بتاعتي، هتلاقوها بالشكل ده طالعه، هتطلع شكلها جميل جدا. بعد كده هجيب صاج احطها فين؟ في قلب الصاج عندي وادخلها الفريزر. يبقى تاني خطوه عملت ايه؟ بعد ما عملتها كده اخدها احطها في الفريزر لمده ربع ساعه مثلا. مجرد انتوا عارفين ان فيها زبده، الزبده تشد معايا. خلاص كده عندي. ايوه ام وليد. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ازيك يا فندم؟ شيخ خالد؟ ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بخير. انا الحاجه زينب ام وليد من سوهاج. اهلا بيكي واهلا بكل والنبي عايزه الكوكيز. عايزه يا فندم؟ مقادير الكوكيز. الكوكيز نقوله حالا. بس بالكوبايه الله يسترك يا شيخ. بالكوبايه الكوبايه المج اللي هي ام يد دي. حاضر الله عينيا. يبارك لك يا شيخ. تؤمريني. انا هقفل واسمعها منك. عينيا حاضر. شكرا ليكي وشكرا لاتصالك. الاول عايز اوريكم الخليط بقى شكله عامل ازاي. ده مهم جدا. ادي عجينه الاوبرا بتاعتي اهي. بصوا القوام بقى بتاعها عامل ازاي. سبونشي بقى، سبونشي اهو بينزل. بصوا بملى المعلقه بتنزل معايا اهي. اللوز موجود فيها وكل حاجه تمام. تحسوا انها ستيكي شويه، يعني سبونشي تقيل سنه. ليه تقيل سنه؟ لان لسه فاضل له البيض. كان ممكن ان احنا نحط النشا، معلقه النشا ودقيق في الاخر. لو انا المضرب بتاعي قلقان منه احط النشا ودقيق في الاخر خالص. لو انا مش قلقان امكس كله مع بعضه كده، مش هيعمل معايا مشكله. هنزل كده بالميرنج. ادي المارينج بتاعنا اهو. المارينج عندنا اهو، وابتدي اقلب. حلو كده. بنقلب لحد ما يمتزج كله. بصوا القوام خف، واضح كده. القوام عندي بقى خفيف. هاخد بعد كده معلقه الزبده عندي اهي، هنزل بالزبده عليها واقلب برضو. يبقى انا قلبت كده، حطيت الزبده، حطيت كل حاجه لحد كده تمام. بصوا القوام بتاع الاوبرا بقى عامل ازاي. ده قوام الاوبرا. ادي كيكه الاوبرا اهي، او سبونج الاوبرا او الجوكاند. يبقى انا عندي كده الجوكاند بتاعي جاهز، كل حاجه جاهزه. سيرب، بعمل شويه سيرب غليوا تمام. حلو قوي كده. نجيب طبعا لو هعملها عشان اعمل على طول هشتغل بيها على الساده عادي خالص. طبعا اللي انا حطيته دلوقتي ده المفروض اسيبه يجمد اكتر. هاخد كده، بصوا بقى هنصب عليه اهو. هبتدي اصب واحده واحده كده، وافرش كده عليه. افرش بالراحه. حراره الفرن عندي اعلى درجه حراره موجوده 250 تقريبا، تبقى حراره الفرن جاهزه عندي لحد كده كويس. بصوا الرق عامل ازاي يا مدام صفاء. الو، ازيك يا فندم؟ مساء الخير. مساء الخير. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير يا فندم. تسلم ايدك. الله يخليك تسلمي. بقول لحضرتك، هو في فرق بين الكاستر والكريم باستري؟ في فرق اه. طيب ممكن اعرف ايه الفرق، وممكن احشي بالكاستر زي الكريمه؟ حاضر. وممكن اسالك سؤال بره الحلقه. اتفضلي. ان الفول الصويا شكله زي شكل الحمص؟ هو الفول الصويا حبوب فول ما انا صويا. عارفه الحبايه شكل الحمص الطبيخ؟ بين حمص الطبيخ واللوبيا كده. يعني هو الشكل ده. اه. طب لاني بحسب حد، يعني بحسبه غشني يعني. لا فانا لا. عايزه اعرف شكله بس معلش. ماشي. وممكن اسالك برضه سؤال تاني، اتفضل. ازاي احفظ الشربات بتاع الحلويات واعرف الجيلاتين؟ يعني ايه الحلو فيها، او اعرفها ازاي ان هي دي حاضر. كويسه؟ نقول ازاي ممكن نجيب جيلاتين. حاضر. ايوه معلش. شكرا. العفو يا فندم.
كده يبقى احنا كده جاهز. عندي الفرن على 250. هدخل الجيكوند ده كده، الرق الاولاني دخلناه. هجيب تاني باقي الجيكوند اللي عندي او البسكوت اللي انا عملته، هفرده هنا. شفتوا الرق رقيق ازاي ورفيع؟ مهم جدا ان انا افرد كويس. بعد كده هاخد ده كمان، الم كل الخليط اللي موجود عندي في الحله كده وافرده عندي. الكميه 6 بيضات بتعمل معايا صاجين على طول. الصاجين اللي هو المقاس الصغير ده اللي هو 30 في 35 او 30 في 35. هبتدي افرد كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تمام كده، وادخل على طول الفرن يستوي عندي كده. تمام. هاخد ده في الفرن يستوي معايا برضو مع نفس الصاج. وما تنسوش ان احنا قلنا درجة الحرارة عالية جدا يا مدام هبة. اهلا، ازيك يا شيخ؟ ازيك يا فندم؟ اهلا بحضرتك. بقول لحضرتك ايه، امورين. ليه دايما الكريمه اللي انا بعملها في البيت بيبقى طعمها مختلف عن اللي بره؟ انا احيانا اجيبها الاقيها بعض الاحيان مجليطه، طعمها مجليط كده في البق. انهي وبعض كريمة الأحيان- الاول؟ ايه؟ انهي كريمة؟ كريمه شانتيه. كريم شانتيه. ما دام في نسبة دسم زي ده بيرجع آه. لمصدر الكريمة نفسها، يعني نوع الكريمة اللي انت شارياها. يعني هو في انواع، بس انا أنواع بجيبها كتير. سايبه، فانا مش في انواع عارفه. كتير وشركات مختلفة. طب لما اروح اقول له مثلا على شركه معينه؟ بس ما ينفعش اقول على الهوا. طب مفيش مشكله، ممكن اكلمك بعد الحلقه تقول لي على ماشي يا فندم، على تحت اسم أمرك. الشركة. طب في حاجه كمان، اتفضلي. الجناش اما اعمله احط له اللي هي الكريمه العلب. هقول دلوقتي الكتل. مقدار الجناش ازاي يتعمل حالا. طب الكريمه، انا بس على الكريمه، عشان لما رحت السوبر ماركت لقيت الكريمه اللي هي العلب زي كريمه الطبخ كده. حلو، هي دي اشتغلي بيها. طب ما هي مش هي دي اللي بترتفع؟ انا عملتها حسيت ان هي كتل، يعني مش حببت، لا مسكت كده مره واحده ومش عارفه، حاسه ان مش دايبه كده واتصبت. هقول لك فاهمني؟ ازاي تضربي الكريمه اللباني في مضرب البيت. عندك مضرب عادي ولا مضرب لا عندي مضرب يدوي. يدوي كهرباء؟ خلاص ماشي، شكرا يا سيدي. شكرا ليك وشكرا مع لاتصالك. السلامة. يبقى احنا عندنا الكوكيز والكاستر والكريمه اللباني. حاضر. حلو كده، يبقى احنا ضربنا دول موجودين عندنا وكل حاجه عندي بقت في الفرن شغاله. الاول ما تنسوش خالص ان عندي الجيكوند مش هياخد وقت، هيستوي بسرعه جدا جدا جدا، مش هياخد معايا وقت، فما تنسوهوش عشان ما يبصش مني واتفاجئ ان السبونج عندي استوى بسرعه. بياخد معايا تقريبا من 4 دقايق ل 6 دقايق الجيكوند اللي هو اللي انا حاطط ارضيته، حاطط له في الارضيه اللي هو عجينه الجيكوند، العجينه الالوان، سواء بقى الشوكولاته او العاديه. بسيبه كده في الفرن يبتدي يستوي. عملت سيرب، نقول بس شويه السيرب بتوعنا دول عباره عن ايه؟ عباره عن حوالي نص كوبايه سكر صغيره معاها نص كوبايه ميه، بحطهم على النار يغلوا كويس جدا. بعد كده احط عليهم معلقه نسكافيه كده واقلبها مع بعضها يدوب بس النسكافيه عندي كده فيها. اي نوع قهوه، ممكن نسكافيه، ممكن اسبريسو، ممكن اللي حضرتك تفضليه. بعد ما يتقلب ده ويدوب مع بعضه كويس جدا هنبتدي نحشي الخليط بتاعنا. بس قبل ما نحشي هنبتدي نجهز المكنه بتاعتنا عشان هنضرب اللي بعد كده. هنضرب بقى الكريمه اللوبير او الكريمه الزبده الخاصه بالشغل بتاعنا اللي احنا هنشتغله. بس نطلع الصاج الاولاني نشوفوا كده ايه الاخبار. عالي عندي اهو. دايما تاخدوا بالكم ان انتوا في الافران الصغيره بيسوي بسرعه من جنب وجنب لا، فدايما اخد بالي من الموضوع ده. ومن هنا لحد ما يستوي عندي يبقى انا كده جهزت ده. نقول الجناش عندنا بيتعمل ازاي. الجناش عباره عن فنجان من كريمه اللباني على النار. احط فنجان كريمه لباني على النار يغلي معايا على النار كويس جدا، معاه معلقه سكر، معاه معلقه كاكاو على النار، معاه شويه عسل نحل، معلقه صغيره عسل نحل. لو انا هعمله للحشو مش هحط عليه خالص عسل جلوكوز، لو هعمله للتوبنج احط عليه معلقه كبيره عسل جلوكوز. يغلي معايا كويس جدا. بعد كده بجيب معلقه الكاكاو احطها واقلب كويس جدا. هجيب شوكولاته اقطعها حتت، مثلا حوالي بتاع 150 جرام شوكولاته، اضيفها عليه واقلب
هيديني جناش. بعد كده احط عليه معلقه زبده، هيطلع معايا بالشكل ده. هيطلع معايا الجناش كده قوامه بالشكل اللي انا عامله ده، لسه معمول قبل الهوا على طول، بقى كريمي خالص اهو، ينفع احشي بيه. ده الجناش اللي انا لسه قايله حالا، بعمله واسيبه يرتاح عندي. ده انا عامله علشان هحشي بيه الخليط بتاعي دلوقتي اللي احنا مجهزينه، اللي هي الاوبرا. هجيب كده الاوبرا، بعد ما تطلع عندي من الفرن هنطلع ونشوف ايه الاخبار. ما خليهاش تاخد لون قوي، هي كده استوت. بصوا حضراتكم طلعت من الفرن زي الفل. الصاج اللي تحت الفه برضو واطلع بيه لفوق كده علشان يكمل سواه. بصوا اللون بقى عامل ازاي. هتلاقوا الارضيه اللي تحت طبعا نسبه الزبده اللي موجوده بتخلي المكونات تلزق في بعضها. دي فيها زبده والارضيه فيها زبده، وزي ما انتم شايفين هشه جدا اهي وجميله جدا، عاليه وفلافي وحلوه قوي. بعد كده اسيبها تبرد تماما، لازم تبرد. ممكن تبات عندي على الصاج، وبعد كده ابتدي انقلها وابتدي هقول لكم تعملوا فيها ايه بس لما تبرد عندنا كويس. تعالوا نقول دلوقتي احنا هنعمل ايه. انا عندي السيرب، هبتدي ادي السيرب بتاعي كده للثلاث رقات اللي عندي دول، واحده واحده كده هنسقيهم سيرب. يبقى انا كده الاوبرا بتاعتي خلصت، او بسكوتة اللوز او الجوكوند اللي احنا عملناها جاهزه عندي. بعد كده ابتدي اسقيها بالسيرب النسكافيه اللي احنا جهزناه مع بعض، وعندي كريمه الجناش موجوده. فاضل الكريمه الزبده. كريمه الزبده او الكريمه لوبير اللي احنا هنعملها مع بعض ونحشي بيها حالا دلوقتي. يبقى كل حاجه بتتعمل، حاجه اللي بتاخد وقت بنحضرها بدري، حاجه اللي ممكن تتعمل معانا على الهوا بنعملها سوا على الهوا. لحد كده كويس. هروح اعمل ايه؟ حاشي دلوقتي. هحشي اول حاجه عندي نجيب كده الاسباتول بتاعنا ونحشي الجناش الاول، وابتدي اخده اوديه عند الفريزر تسقع كويس. بصوا الجناش زي الفل اهو كويس كده. جناش بديله كمان نسكافيه عليه، يعني انا مديله سنه نسكافيه صغيره عليه، وابتدي احشيه كده. الاوبرا ما بتتقشرش يا جماعه، برضو في حاجه مهمه جدا. في ناس ممكن تقول طب الاوبرا دي ممكن اقشرها. الاوبرا ما بتتقشرش، تفضل زي ما هي بقشرها. لو حطيتيهم على بعض وفي فاصل ورق بين كل راق وراق، هو هيشيل معاه الراق اللي فوق منه او اللي تحتيه كويس. هتلاقوا الارضيه كده بتبتدي تتشال معايا اللي هي فيها. اخد كده دي اهي واضغطها، وهاخد دي معاها ادخلها التلاجة. ليه بقى الكلام ده؟ عشان يبتدي يلزق مع بعضه كويس. هاخد دي واحطها فين؟ في التلاجة شويه او في الفريزر تسقع معايا شويه، عشان احنا هنحشيها دلوقتي حالا. فاضل عندي ايه؟ ان انا اطلع اللي في الفرن عشان ما يمشيش منا اهو. ادي الجوكوند استوى معايا، طلع معانا اهو زي الفل. فاضل عندي ايه دلوقتي؟ ان احنا نعمل مع بعض الكريمه اللي هي الكريمه الزبده، بس الكريمه الاوبير او الكريمه الزبده بطريقه سهله جدا وسلسه جدا. اول حاجه هجيب 3 ابيض بيض، حوالي 150 من 120 ل 150 وممكن 100 جرام سكر بودره، سكر خشن على حسب ما انتم هتحبوا الكميه قد ايه. 250 جرام من الزبده. هاخد كده وذره فانيليا صغيره. هاخد هنا البياض، وقلنا ما دام في مارينج ممكن اعملها بطريقتين، على السخن او على البارد، الاثنين يمشوا. على السخن بعمل ايه؟ باخد الخليط بتاعي السكر هو وابيض البيض عندي، اخدهم مع بعض على النار، الطريقه المعتاده اللي انا بحبها. بس النهارده هنعملها بالطريقه السريعه كده، دي اسرع طريقه علشان الناس اللي بتسال وبتقول انا دايما كل ما بعملها ما بتنجحش معايا. اهي طريقه سهله جدا ما فيهاش اي حاجه صعبه. بياض من غير لا تسويه ولا اي حاجه اهي على مع بعضها اهي.
قلت في طريقتين، يا اما اخدها على السخن ان انا اخد البياض مع السكر على النار اسخنه كويس جدا، دي طريقه، ودي بيبقى هيديني ميرنج سويسري اللي هو الميرنج السويسري اللي هو بسوي على النار كويس جدا، بخلي حراره البيض تعلى قوي. دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انا اخد السكر مع شويه ميه على النار يغلوا مع بعض كويس جدا على النار، بعمل سيرب، واللي عندي البياض البيض وهو في المكنه بيضرب اضيف عليه السكر، اضيف عليه السيرب اللي بيغلي عندي مع البياض، واسيبه لما درجه حرارته تبرد خالص. اول ما تبرد عندي درجه الحراره يبقى انا حصلت على مارينج مستوي كويس جدا. بعد كده اروح اعمل ايه؟ هجيب الزبده بتاعتي واحطها عليه. بعد ما يبرد خالص ابتدي احط الزبده واحده واحده لحد ما يبتدي ياخد القوام اللي انا عايزه. احنا الطريقه دي الفرق بينها وبين الطريقه الثانيه اللي هي على السخن، انهي الاصح وانهي الافضل؟ الاثنين كويسين، ولكن الاصح الطريقه اللي على السخن. لازم اشتغل على السخن علشان تبقى النتيجه بتاعتي طالعه مظبوطه. لو هعملها على البارد كده بالطريقه اللي احنا بنعملها دي مفيش مشاكل خالص، بس دايما اكون متاكد ان البيض فريش وبيبقى استخدامه يوم. استخدامه يعني اعملها النهارده استخدمها تقعد معايا يوم اتنين، تالت يوم خلاص يبقى كده ما استخدمش الكريمه الزبده بتاعتي. خلاص كده يبتدي يعلى عندي الكريمه المرنج يبتدي يعلى تماما. بياخد معايا تقريبا من 4 دقايق ل7 دقايق على حسب خشونة السكر اللي عندي. تمام، ولان الجو حر كمان مش هيفرق معايا كتير. خلاص كده بدأ يلم معايا وبدأ ياخد القوام اللي انا عايزه. يبقى كده الميرنج عندي تمام. هبتدي انزل بالزبده، استنى كمان سنه ياخد قوام احسن. نجاوب بس على الجيلاتينه. في الفاصل انا رحت شفت في الدولاب عندي فيه جيلاتينه. بص حضرتك ده ورق جيلاتين، هتلاقي ورق الجيلاتين بالشكل اللي انت شايفاه ده بيبقى موجود. دايما انقي الورقه الشفافه الخفيفه الشفافه. الورقه الغامقه ما اجيبهاش، اجيب الشفافه دايما اللي احس ان انا ممكن اشوف من وراها كويس، هي دي اللي اجيبها. يا اما دي يا اما اجيب الجيلاتين الباودر. معانا تليفون؟ مدام مريم. مساء الخير يا شيخ. الو. مساء الخير يا شيخ. الو. مساء الخير يا شيخ. مساء الخير يا فندم. بقول لحضرتك انا عملت بسكوت اليانسون. اللي يا فندم؟ بسكوت اليانسون. بسكوت اليانسون. ايوه. مقاديره كوبايه سكر بودره وكوبايه زيت و2.5 دقيق. ممكن اقلل كميه السكر؟ يعني اقللها معلقتين سكر بودره؟ ممكن تنزلي بيها لحد كوبايه. ما هي كوبايه سكر بودره ممكن اقللها معلقتين كبار مثلا؟ لا ما تقلليش قوي كده، لان كده لو قللتيها اضيف ايه بداله؟ لو هتقللي السكر ما انت هتضيفي بداله تربطي بحاجه ثانيه، لان هو السكر ملوش بديل. انت عارفه لو هتقللي في الدقيق ممكن نحط مكون بداله. الو. ايوه معاك. طيب خليني اظبط لك انا كده مقدار ونعمله الحلقه اللي جايه للبسكوت اليانسون، نعمل لكم طريقتين مش طريقه واحده. طيب بس المقادير بتاعتي سكره زياده عندي. ما انا بقول لك لو سكره عالي ممكن تنزلي لحد كوبايه الا ربع سكر. ممكن. ممكن. ونفس مقدار الدقيق. نفس مقدار الدقيق. طب ممكن ازود اليانسون؟ زودي اليانسون، المنكهات دي على حسب ما انت ما عايزه. ما فيهاش مشكله خالص. شكرا قوي. العفو يا فندم. هبتدي انزل كده بالزبده واحده واحده كده على الخليط عندي. هتلاقوا الميرنج بدأ يفك، هيفك معايا الميرنج تماما، ما اقلقش منه. لو فك معايا الميرنج وساحه الكريمه معايا تروحي عامله ايه حضرتك؟ هتروحي ضايفه عليها معلقه زيت. يبقى لو الميرنج فك معايا مع الزبده فك وما ربطش، هروح مديها معلقه زيت عليه، هيلم لي المكونات كلها وترجع تربط تاني بشكل كويس جدا. نبص عليها كده. بعد ما اضرب شويه ارفع كده المكنه. بصوا بدات هتبتدي تفصل معايا. لو بدات تفصل اعمل ايه؟ قلنا ان الفصلان ده مش عيب، يعني لما تفصل معايا الكريمه الزبده انها تفصل كده ده طبيعي جدا. لو فصلت معايا ابتدي اديها ايه؟ معلقه زيت بس في الاخر خالص، سيبوها تضرب لحد ما تفصل. وبعد ما تفصل وهي بتضرب كده هتلم نفسها تاني، مفيش مشاكل خالص فيها. بس انا هقلب كده علشان اتاكد ان الكريمه عندي
والزبده كلها بتدوب معايا. احط باقي الربع كيلو زبده، احنا قلنا 3 ابيض بيض، بحط لهم ربع كيلو زبده. ده لو على البارد، لو على السخن ممكن يبقى 200 جرام بس الزبده تبقى ساقعه قوي. على البارد بعملها كلها بحراره الغرفه، الزبده تكون بحراره الغرفه، كل مكوناتي بحراره الغرفه، تتضرب كويس جدا. هسيبها تضرب كده لمده 3 دقايق لحد ما الزبده تبتدي تاخد المكون بتاعي يبتدي يفك خالص. هتفك تماما، بعد ما تفك وتفصل كلها خالص هتلاقوها نزلت زي عروق ميه كده. دي من بياض البيض بدا يفصل عن السكر مع الزبده. بعد كده هتبتدي تلم نفسها وتبتدي ترفع معايا لحد ما تعلى بالشكل اللي انا عايزه. عندي الكوكيز، اول سؤال جالنا عن الكوكيز. هحط الكوكيز بالنسبه لي هحط 100 جرام زبده، حوالي 100 جرام من الدقيق. ده عايزه بالكوبايه. الكوبايه الكبيره اللي عندي دي هحط منها كوبايه الا ربع من الزبده، كوبايه الا ربع زبده، معاها 2 بيضه، معاها حوالي نص كوبايه من السكر. اضربهم مع بعض كويس جدا جدا جدا. بعدين كوبايه من الدقيق، شويه بيكنج باودر، حوالي ربع معلقه بيكنج باودر صغيره، يتقلب الخليط. اجيب بعد كده الشوكولاته اكسرها حتت مع شويه مكسرات احطهم عليها واعجنها كويس جدا بالراحه. وبعد كده اقطعها عندي بالقطاعه او باي حاجه وابتدي اضيفها عندي كحشو. اضيفها بعد كده في الصاج عندي، احطها في الصاج، ادخلها الفرن تستوي على درجه حراره 180، تستوي تطلع معايا بعد 10 دقايق تاكلي احلى كوكيز ان شاء الله. كده بدات الكريمه الزبده عندي تلم نفسها خالص اهي. ما استعجلش عليها، اول ما تلم عندي ما اشيلهاش، اسيبها تضرب عشان تهيش. هي كده خدت الميرنج اللي عالي عندي وهبطت بيه، فصلت، ترجع بعد كده تجمع نفسها تاني، تبتدي مكونات الزبده تمتزج كويس جدا مع الميرنج والسكر اللي عندنا اللي احنا ضاربينه معاها، تقوم بيه وتعلى. بعد كده ابتدي نجهز ونحط الخليط بتاعنا زي ما احنا عايزين. هجيب كده عندي الابره اهي، كريمه الزبده. بصوا القوام ده عامل ازاي اهي، بقت كريمي خالص، كريمه اهي مش فاصله ولا اي حاجه. انا بس بوريكم كمان المكنه قايمينها على الاخر اهي عشان نقول اذا كانت الكريمه عندي فصلت ولا لا. خلاص كده هقلبها. هنا ممكن اطعم بقى، اطعم ب 100 طريقه. ممكن احط نسكافيه، ممكن احط سيرب نسكافيه. فانا هجيب طبق ونشفه كويس كويس قوي. وبعد كده هجيب الكريمه بتاعتي اهي، كريمه الزبده. الباقي اخليه عندي هحتاجه، واجي ابتدي اطعم. هاخد كده شويه من السيرب اللي عندي اهو، سيرب نسكافيه اهو، سيرب نسكافيه عندي، واحط عليه كمان شويه نسكافيه. لعشاق بقى النسكافيه بيحبوا طعم القهوه الزايد. بعد كده ادوب الكلام ده، يبقى كده النسكافيه عندي مع السيرب اهو، سيرب النسكافيه اللي احنا سقينا منه، يدوب كله مع بعضه عشان الون الكريمه بتاعتي زي ما انا عايز. ابتدي احط كده النسكافيه بتاعي معلقه ونقلب الخليط بتاعنا. كريمه الزبده اهي هتبتدي تتلون معايا باللون اللي انا عايزه. كل ما اضربها كده هتقوم معايا اكتر وهتشرب نسكافيه. بصوا اللون بتاعها بقى عامل ازاي. في ناس بتحب انها تحشي بيها من غير ما تدي عليها نسكافيه، لكن هو الاصح اللي احنا بنعمله ده. خلاص حلو كده. ابتدي افرد
الكريمه بتاعتي اهي فردت عندي في النص. هرفع دي كده وابتدي اضغطها عليها كويس قوي. بعد كده هجيب شويه نسكافيه اللي حاطين عندنا السيرب نحط على الوش. احنا قلنا انها ما بتتقشرش، لو قعدت عندي اتحطت على بعضها وفي فاصل، لو هتجمعوا السويس رول ده او الاسبونج او الجوكاند ده على بعضه لازم يتحط فاصل ورق في النص، ورق زبده كده في النص عشان يظبط معايا. بعد ما خلصت كده هاخد مسحه الكريمه الزبده بتاعتنا او الجناش، ابتدي كده افضل كده عليها لحد ما تبتدي هي كده خلاص بتشرب كريمه الزبده بتاعتي على الوش اهي. لحد كده تمام. هجيب يا اما شوكولاته يا اما جناش عندي زي ما حضرتك ما تحبي. ممكن شوكولاته سايحه، اسيح الشوكولاته ازاي وادخل معاها تبقى عندي تبقى سايحه. احط 100 جرام من الشوكولاته عندي على النار على حمام بخار او في الميكروويف، بحط معاها معلقه زيت هتسيح معايا وتبقى بتلمع جدا وتبقى ظريفه قوي، تقدري حضرتك تشتغلي بيها زي ما انت ما عايزه. حلو لحد كده. باخد الكلام ده واوديه فين؟ في الفريزر ثواني عشان الكريمه الزبده تشد معايا اكتر، ونقطعها مع بعض حالا. يبقى كده دي خلاص كده الاوبرا اتحشت. دايما لما احشي الاوبرا اسيبها ليله كامله عندي في الفريزر. احنا طبعا ما بنسيبش حاجه ليله كامله، احنا ناس مستعجله على طول. يبقى لحد كده تمام. نقول ايه اللي اتطلب منا تاني؟ الكريمه اللباني. ازاي اضرب كريمه لباني من غير ما تفصل عندي في البيت؟ اولا بتجيبي حضرتك المضرب، بتجيبي الكريمه اللباني تحطها في الثلاجه تسقع شويه، هتفضيها عندك في البوله، كومبوله ما فيهاش ميه خالص او طبق ما فيهوش ميه خالص. بعد كده اجيب المضرب، عايزه تسكريها حطي معلقتين سكر، 3 معالق سكر زي ما انت ما تحبي على حسب الكميه اللي انت عايزه تحط لها سكر. تضربي بالمضرب في اتجاه واحد، في اتجاه واحد علشان تبتدي تاخد معاكي القوام وتبتدي ترتفع وتدخلي هواء فيها. اهم حاجه وانت بتضربيها ما تقرصيش عليها قوي. اول ما تبتدي ترتفع معاكي وتاخد قوام الكريمه اللباني، مجرد انها تاخد قوام حبيبات البروتين بتغلظ تترابط مع بعضها. لو ضربت كتير هتهبط مني وتبوظ. حلو كده. يبقى ده كده بالنسبه للايه؟ بالنسبه للكريمه اللباني. اما بالنسبه للكاسترد او الكريمه الباستري في اختلاف بين الاثنين. في اختلاف بين الاثنين. اول حاجه بالنسبه للكاسترد طريقه تحضيره مختلفه تماما عن الكريمه الباستري. الكريمه الباستري بجيب نص لتر لبن على النار، بجيب حوالي 100 جرام سكر، احطهم معاهم حوالي من 50 ل 70 جرام نشا على حسب نوع النشا اللي عندك. ابتدي اقلب النشا عندي مع 2 صفار بيض او 3 صفار بيض يتضربوا مع بعض كويس جدا قوي. بعد كده احط معاهم فانيليا، انزل بيهم على الخليط وهو بيغلي، اقلب كويس جدا يبتدي يطلع معايا الايه؟ الكريمه الباستري. احط عليها معلقه زبده. الكاسترد ليه طريقه تحضير ثانيه نحضرها مع بعض، فعشان كده بنقول ان دي مختلفه عن دي. الكاسترد حاجه والكريمه الباستري طريقه تحضيرها مختلفه، ولكن هي نفس المكونات تقريبا. عايز اوريكم بس ده الاول. بصوا التخانه قد ايه. طبعا هي لسه سخنه، هنحاول افك لكم بس تشوفوا شكل من تحت. بعد ما بطلعها كده ونبتدي نفك كده واحده واحده. بصوا طبعا ده بيحتاج ان هو يبرد او يبات عندي. بعد ما بعملها كده بعمل فيها ايه؟ بصوا ادي اللون اهو، وهتلاقوا البسكوته لسه ناعمه. نقطع حته منها كده نوريها لكم عشان
عشان نعرف نمسكها نتحكم فيها. شايفين اللون عامل ازاي؟ جميل، فيها لمعه وشايني وحلوه قوي. بعد ما بعملها كده ممكن اسيبها تبرد عندي والف بيها الترط زي ما انا عايز. دي نمره واحد. نمره اتنين، لو انا عايز اديها لمعه اكتر بدهنها بجيلي مروار شفاف او اي لون تحبوه. لو انتوا عايزين تاخدوا الابيض ده يتلون ممكن تحطوا جيلي مروار بعد كده وتشتغلوا بيها تطلع معاكم ولا اروع. ادي كده الاوبرا او الجيكوند بتاعنا اتعمل وانتوا شفتوه اتعمل ازاي. تعالوا نقطع الاوبرا بتاعتنا. احنا مش هنقطعها جاتوه دلوقتي، هنقطعها اكنها تورتايه. ماشي يا استاذ وليد؟ واقطع كده. طبعا وانتوا بتقطعوا مالكمش دعوه بيا، انا بقطع دلوقتي بطرنش بارد عادي خالص. حضرتك عشان تقطعي تطلعي ده مستوي قوي لازم تبقى ميه سخنه. اخد كده الحروف كده، ابتدي اشيلها عشان اظبط بس الاجناب عندي. هي كده تمام. وهقطع حته كده نوع من انواع الفينش اوريها لكم دلوقتي هنعمل فيها ايه. بعد ما تطلع معايا كده خلاص نقول المقادير بتاعتنا تاني. اول حاجه عندي بالنسبه للاوبرا السبونج بتاعي 150 جرام من اللوز البودره. عايز بس اجيب دي كده هنا اهي. بصوا حضراتكم الشكل بتاع قطعه الاوبرا عامله ازاي. وهاخد دي معاها من فوق كده. ده كده الديكور بتاعها. وممكن ان انا بدل ما اعملها كده الديكور اللي انتوا شايفينه ده ممكن اكتب عليها كلمه اوبرا ونمضي عليها يعني. حلو. نقول كده مقاديرنا بسرعه. عباره عن المقدار بتاع البسكوتة اللوز عباره عن 150 جرام من اللوز، 150 جرام من السكر، بخلطهم مع بعض دي بي تي. عندي معلقه نشا، معلقه دقيق، على جنب معلقه زبده سايحه، على جنب برضو 6 بيضات هاخد منهم 3 ابيض بيض لوحدهم، وعندي 3 بيض كامل وهحط الاصفر عليهم. هاخد ال3 بيضات الابيض بيض احطهم في المكنه يتضربوا مع حوالي معلقتين سكر ميرنج يطلعوا معايا كويس جدا. اشيلهم على جنب، انزل مكانهم على طول بالصفار البيض والبيض الكامل في المكنه يضربوا مع بعض كويس جدا لحد ما يعلى عندي. قبل ما يعلى يضربوا مع بعض الفهم لفتين مكان الابيض بيض. بعد كده انزل عليهم بالدي بي تي اللي هو ال 150 جرام سكر وال 150 جرام لوز يتضافوا مع بعض يتضربوا مع بعض كويس جدا لحد ما يعلى. اول ما يعلوا عندي ويدوني القوام المرتفع التمام قوي هروح عامل ايه؟ واخد على طول عليهم، على طول بعد ما يتضربوا عندي اضيف عليهم الميرنج اللي عندي اللي انا ضربه من شويه. وبعد كده اضيف عليهم النشا، معلقه النشا معاها معلقه الدقيق المتدربين مع بعض. وبعد ما اضيفهم عليها اروح عامل ايه؟ واخد الكلام ده وحاطط عليه معلقه الزبده السايحه، اضيفها عليه. وبعد كده اروح مدخله الفرن فرد فصاد ومدخله الفرن. العجينه دي اللي انا عملتها اللي واخده الالوان دي عاملها ازاي؟ معلقه زبده، معلقه سكر بودره، معلقه دقيق، معلقه صغيره كاكاو، ذره فانيليا صغيره، كله يتضرب مع بعضه مع الابيض بياض بيضه يتضرب مع بعضه كويس جدا. اشكل بيه الارضيه على السيليكون، احط عليه طبقه الجيكوند اللي احنا عملناها، ادخله الفرن مسحه صغيره. الجيكوند لازم يبقى رفيع زي ما انتم شايفين كده عشان يبقى سهل في اللف ان انا اقدر الفه، يبقى لين معايا في الحركه. وقلنا بعد كده ممكن اجيب الجيكوند ده هنلف بيه الحلقه الجايه، هنعمل بسكوت اليانسون وهنعمل تورتايه بالجيكوند. اتمنى ان تكون الحلقه عجبتكم، تفاصيلها كتير ولكن ظريفه جدا. تابعونا ان شاء الله. اللي ما شافش الحلقه معانا النهارده او اللي حابب يجيب المقادير هيلاقيها على مدونه جبنه التايهه او على منتدى الحلويات مع خالد علي. شكرا ليكم، السلام عليكم.